اهلا بيكم في حلقه جديده في قناه تيجوري. تخيل نفسك نمت بالليل وصحيت لقيت ان في 10 ايام من حياتك اختفوا. غريبه مش كده؟ حلقه النهارده هي حلقه مهمه وفي اجابات لشويه اسئله، زي ليه في كنايس بتحتفل بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر وكنايس ثانيه بتحتفل بعيد الميلاد يوم 7 يناير، وهنعرف معلومات عن تاريخ التقاويم. تعال احكي لك الحكايه من الاول. في مجمع نيقيا المسكوني الأول سنة 325 ميلاديا اجتمع 318 أسقف علشان يردوا على بدعة أريوس، وكمان حددوا أمور كتير في الكنيسة، ومنهم تحديد ميعاد عيد الفصح وتحديد ميعاد عيد الميلاد. وقرروا في مجمع نيقيا إن عيد الميلاد يكون يوم 29 كياك اللي بيوافق وقتها كان يوم 25 ديسمبر. هتقول لي اشمعنى اليوم ده؟ هقول لك لان اليوم ده كان هو اطول ليل واقصر نهار في السنه، واليوم اللي بعده النهار بيبتدي يزيد، ودي اشاره ان السيد المسيح هو نور للعالم وينبغي ان هذا يزيد واني انقص. طيب ايه اللي حصل خلى ان في كنايس بتحتفل بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر وكنايس ثانيه بتحتفل بعيد الميلاد يوم 7 يناير؟ علشان نفهم الاختلاف جه منين محتاجين ناخد فكره عن التقويم القبطي واليولياني والتقويم الغرغوري. بالنسبة للتقويم القبطي، عمر التقويم القبطي بيرجع لسنة 442 قبل الميلاد، وهو من أقدم التقويم في العالم. والتقويم القبطي هو تقويم نجمي مرتبط بدورة نجم اسمه نجم الشعر اليمنية، واكتشف المصريين القدماء إن السنة بتتكون من 365 يوم ربع، وقسموا السنة ل 12 شهر، وكانوا حاسبين الشهر 30 يوم، وكان في شهر أخير متكون من 5 أيام في السنة العادية و6 أيام في السنة الكبيسة واسمه نسيء. ده علشان تكتمل الدورة الفلكية ويعود الفصل إلى نقطة البداية. وكمان كانوا مقسمين السنة ل3 فصول، الفيضان والزراعة والحصاد، وكل فصل فيهم كان 4 أسابيع، وقسموا الشهور لأسابيع وأيام. واليوم قسموه ل 24 ساعة، والساعة قسموها ل 60 دقيقة، والدقيقة قسموها ل 60 ثانية، لحتى الثانية قسموها. وطبعا شهور السنة توت بابا هاتور لحد الشهر الأخير اللي قلنا عليه نسيء، اللي هو كان 5 أيام في السنة العادية و6 أيام في السنة الكبيسة. والأقباط أضافوا لمسة خاصة للتقويم المصري، وقاموا بحسب كل السنوات اللي سبقت عصر الاستشهاد، وخلوا السنة الأولى في التقويم بتبدأ من سنة 284 ميلاديا، ودي السنة اللي تولى فيها الإمبراطور دقلديانوس الحكم اللي عذب آلاف المسيحيين في عهده، وبقى اسم التقويم الجديد هو تقويم الشهداء. وبالمناسبة الشهور القبطية لسه مستخدمة في مصر لحد دلوقتي، مش بس على المستوى الكنسي، لا ده كمان في حياتنا اليومية وخصوصا في الزراعة. بالنسبة للتقويم اليولياني هو تقويم شمسي بيعتمد على دورة كاملة للأرض حول الشمس، وبتتكون السنة من 365 يوم في السنة العادية و366 يوم في السنة الكبيسة. طب يلا بينا نتكلم عن قصته وتاريخ نشأته. الرومان حبوا يعملوا لنفسهم تقويم، وقرروا ان هم يبتدوا تقويمهم وتاريخهم من السنه اللي اتاسست فيها مدينه روما، اللي كانت حوالي سنه 753 قبل الميلاد. في البدايه كانت السنه الرومانيه بتتكون من 10 شهور بس، عباره عن 304 يوم. اول 4 شهور في السنه اتسموا باسماء الالهه الاغريق، وكان اول شهر هو مارس، وكانوا مارس ابريل مايو يونيو. بالنسبه لل6 شهور الباقيين كانت بتتسمى وفق ترتيبها العددي، كان الشهر الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر اللي هو كان ديسمبر. في التقويم ده كانت في بعض الشهور زي مارس وكونتيليوس اللي هو كان الشهر الخامس، واكتوبر وديسمبر بيتكونوا من 31 يوم، اما باقي الشهور كانت 30 يوم. وبعدها في عهد الملك نوما بومبيليوس تاني ملوك روما عمل تعديلات على التقويم الروماني. اول حاجه عملها هو اضاف شهر يناير وفبراير. يناير ضافه قبل شهر مارس، وفبراير ضافه قبل شهر ديسمبر. تاني حاجة خلى الشهور بالتعاقب بين 30 يوم و29 يوم، وأضاف شهر استثنائي طوله 22 أو 23 يوم بيكون مرة كل سنتين علشان يضبط التقويم. وفي سنة 452 قبل الميلاد تم وضع يناير وفبراير قبل بداية السنة عشان تاخد الشهور ترتيبها الحالي، وبكده أصبح طول السنة الرومانية 365 يوم. وفي القرن الأول قبل الميلاد لاحظ الرومان إن الأعياد الثابتة مش بتقع في موقعها الفلكي الصحيح، عشان كده أمر الإمبراطور يوليوس قيصر بتعديل التقويم، واستعان بعالم الفلك المصري المشهور سوسجينيس اللي ظبط التقويم الروماني وخلاه يكون شبه التقويم المصري القديم، وضاف ربع يوم للسنة، وبكده تكون السنة العادية بتتكون من 365 يوم ربع، والسنة الكبيسة بتتكون من 366 يوم، وعمل إعادة لتوزيع أيام الشهور.
خلى الشهور الفردية زي يناير ومارس 31 يوم، والشهور الزوجية 30 يوم، باستثناء شهر فبراير اللي بقى 29 يوم في السنة العادية و30 يوم في السنة الكبيسة. انتوا معايا ولا تهتوا؟ لسه في تعديلات تانية. في سنة 44 قبل الميلاد أطلق يوليوس قيصر اسمه على الشهر السابع وبقى اسمه شهر يوليو. وبعدها في سنة 31 قبل الميلاد الإمبراطور أغسطس قال يوليوس مش أحسن مني في حاجة ولازم أسمي شهر باسمي، فاختار الشهر الثامن وسماه شهر أغسطس. بس أغسطس لقى إن الشهر السابع اللي هو شهر يوليو 31 يوم، أما شهر أغسطس هو 30 يوم بس، فقال ما ينفعش شهر يوليو يبقى أحسن من شهر أغسطس. وبعد كده عدلوا شهر سبتمبر ونوفمبر اللي كانوا 31 يوم بقوا 30 يوم بس. وبكده ملخص ترتيب الشهور وعدد أيامها بعد التعديلات: يناير 31 يوم، وفبراير 28 يوم في السنة العادية و29 يوم في السنة الكبيسة، ومارس 31 يوم، وإبريل 30 يوم، ومايو 31 يوم، ويونيو 30 يوم، ويوليو 31 يوم، وأغسطس 31 يوم، وسبتمبر 30 يوم، وأكتوبر 31 يوم، ونوفمبر 30 يوم. وفي القرن السادس الميلادي كان في راهب إيطالي اسمه ديونيسيوس قال لازم السنة اللي اتولد فيها السيد المسيح هي اللي تكون أول السنة في التقويم وتكون بداية التاريخ، وكمان قال هنغير اسم التقويم الروماني للتقويم الميلادي. المهم العالم والراهب ديونيسيوس قعد يبحث ويدور لحد ما قال إن السيد المسيح اتولد في السنة 754 لتأسيس مدينة روما. وقتها هما كانوا بحسب التقويم الروماني في سنة 1286 لتأسيس روما، فبالتالي بالتقويم الروماني الجديد هم في القرن السادس وبالتحديد سنة 532 ميلاديا، وده كان نقطة البداية لتطبيق التقويم الميلادي. والتقويم الميلادي انتشر تدريجيا لحد ما بقى التقويم السائد في العالم المسيحي. مع مرور الوقت بقى التقويم الميلادي معتمد في كل أنحاء العالم. بعد قرون من اعتماد التقويم الميلادي اكتشف بعض العلماء ان السيد المسيح ما اتولدش في السنة اللي أشار إليها ديونيسيوس اللي هي سنة 754 لتأسيس مدينة روما، ولكن اكتشفوا ان السيد المسيح اتولد سنة 750 لتأسيس مدينة روما، وده يعني ان السيد المسيح اتولد قبل التاريخ الميلادي الرسمي بحوالي 4 سنوات. وبرغم التصحيح التاريخي ما تمش تعديل للتقويم الميلادي حفاظا على استقراره وانتشاره في العالم. عشان كده في آراء وأقوال بتقول ان السيد المسيح اتولد سنة 4 قبل الميلاد. وعدت السنين والقرون لحد ما كان القرن الستاشر وبالتحديد سنة 1582 ميلاديا. لاحظ علماء الفلك في عهد البابا غرغوريوس بابا روما البابا 13 ان يوم 25 ديسمبر اللي هو عيد الميلاد مش بيجي في ميعاده الفلك الصحيح، يعني مش أطول ليلة وأقصر نهار في السنة. واكتشفوا ان التقويم اليوناني اللي كانت فيه السنة 365 يوم و6 ساعات اللي هي وربع يعني مش دقيق، ولكن الحساب الأدق لدورة الأرض حول الشمس هي 365 يوم و5 ساعات و48 دقيقة و46 ثانية، يعني الفرق بين الحسابين هو 11 دقيقة و14 ثانية في السنة الواحدة. طبعا ده فرق بسيط جدا، ولكن على مدار السنين والقرون حصل فرق واضح، واكتشفوا ان في 10 ايام فرق من وقت مجمع نقيا من القرن الرابع لحد الوقت اللي هم كانوا فيه اللي هو القرن الستاشر. فالبابا غرغوريوس البابا 13 بابا روما عشان يصحح الخطأ ده بعد ما اتأكد ان السبب فلكي وملهوش علاقة بالعقيدة، اصدر البابا غرغوريوس قرار بحذف 10 ايام من التقويم الميلادي اليولياني. وفعلا الناس نامت يوم 4 أكتوبر اللي هو كان ليلة 5 أكتوبر، صحيوا لقوا نفسهم يوم 15 أكتوبر سنة 1582 ميلاديا، وبكده رجع تاني يوم 25 ديسمبر أطول ليلة وأقصر نهار في السنة. وعشان كده التقويم الغرغوري اتسمى بالاسم ده نسبة للبابا غرغوريوس. طب التعديل ده وقف لحد هنا؟ لا لسه، تعالى لما احكي لك. لاحظ العلماء ان في تراكم فرق 11 دقيقة و14 ثانية، وكل 128 سنة بيكونوا يوم واحد تقريبا. وعشان يضمنوا بقاء عيد الميلاد في موقعه الفلكي قرروا انهم يحذفوا 3 ايام كل 400 سنة. بدأت الدول الأوروبية تدريجيا في اعتماد التقويم الغرغوري، إلا إن في دول اتأخرت في تطبيقه، فمثلا إيطاليا طبقوه على طول. أما في مصر تم اعتماده سنة 1875 ميلاديا في عهد الخديوي إسماعيل، وبكده سنة 1582 ميلاديا لما اتحذف 10 أيام كان عيد الميلاد 29 كهك بيوافق يوم 4 يناير بالتقويم الغرغوري الجديد. وفي عهد الخديوي إسماعيل سنة 1875 ميلاديا كان الفرق ده حوالي 12 يوم، فكان عيد الميلاد القبطي بيوافق يوم 29 كياك اللي بيوافق يوم 6 يناير. وحاليا أصبح الفرق بين التقويمين 13 يوم،
عشان كده بيقع عيد الميلاد القبطي يوم 29 كيهك اللي هو بقى يوافق يوم 7 يناير. طب هل ميعاد عيد الميلاد في المستقبل ممكن يتغير؟ ايوه، بسبب تراكم الفرق الزمني بين التقويم اليولياني هيزداد كمان يوم اضافي في المستقبل، وبكده هيوافق عيد الميلاد يوم 8 يناير بدل يوم 7 يناير سنة 2100 ميلاديا، نتيجة قاعدة حذف الأيام الثلاثة كل 400 سنة في التقويم الغرغوري. الكنائس اللي بتحتفل بعيد الميلاد في يوم 25 ديسمبر هي الكنائس اللي بتتبع التقويم الغرغوري زي الكنيسة الكاثوليكية والكنائس البروتستانتية. أما بالنسبة للكنائس اللي بتحتفل بعيد الميلاد يوم 29 كيهك زي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الروسية والكنيسة الحبشية، دول بيحتفلوا بعيد الميلاد يوم 29 كيهك. بنحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح سواء يوم 7 يناير اللي هو 29 كيهك أو 25 ديسمبر، المهم إننا بنحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح في قلوبنا اللي بنعيش بتعاليمه، مش بس يوم عيد الميلاد ولكن كل يوم بنعيش في محبته وبنحب بعضنا وبنغفر لبعض وبنسامح بعض وبنسعى للسلام، وبكده المسيح بيكون اتولد فينا وبنشعر بوجوده في حياتنا كل يوم. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، ويا ريت تدعموا القناه بلايك او شير وتفعلوا زر الجرس. بركه ونعمه ميلاد السيد المسيح تكون معانا امين.